بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد في قناة، يا رب يعجبكم. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله. بصوا، احنا خلصنا اول 10 ايام من اول الشهر خلاص. ده المنيو بتاع ال10 ايام. هاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا. بصوا، هو كان في 4 ايام فيهم مختفيين يعني مش في البيت. مرة عند بابا و3 مرات عند عمتي، ربنا يبارك لها في عمرها، لان انا دايما باستمرار بروح لها وكده. هبقى احكي لكم قصة عمتي دي يعني بعدين. تمام. فربنا يبارك لي في عمرها لانها بتربي اولاد صغننين، يعني ولاد اخت زوجي. فهبقى احكي لكم يعني زي ما قلت لكم القصة بعدين. فانا بروح اساعدها في اوقات كتير، بروح ان انا اشوف لو هي محتاجه حاجه هي والاولاد اعملها لهم. فربنا يخليهم لي ويخليها لنا يعني. ف في 3 ايام كنت عندها وبتغدى عندها، بنعمل غدا هناك بقى ونتغدى هناك. وفي يوم كان بابا برضه عازمنا. بصوا في يوم بابا عزمنا على سمك، ويوم انا عملت سمك في البيت، ويوم حماتي عملت، قصدي عمتي يعني عملت سمك. ايه يا ام هاجر ده؟ زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع المشاهد بتاع الحضانه بتاع عبد الرحمن ابني، ان احنا سافرنا بورسعيد. احنا لما بنسافر مجموعه طبيعا، فجبنا بقى كلنا ايه، سمك وجمبري، وصرفنا وكلفنا، لان احنا زي ما قلت لكم كنا موفرين مبلغ عشان نعمل بيه نسافر بيه. وحصلت لنا ظروف ما سمحتنيش ان احنا نسافر اسبوع، فسافرنا يوم. فبقى هسنا بقى بالمبلغ اللي احنا كنا محوشينه ده. تمام. اول يوم بقى معانا في المنيو كنا عاملين محشي، فاكرين وصورته معاكم. عملنا فيه محشي زي ما قلت لكم، وطبعا بط ورقاق، وكان يوم حلو الصراحه، واكله كانت دسمه، كان بقالنا فتره ما وقفناش في المطبخ نعملها. تاني يوم يا ام هاجر عملنا بسله عند عمتي، وعملنا رز وفراخ. فانتوا برضو اكتبوا، انا بوريكم، مش ما صورتلكوش الاكلات هناك، وان شاء الله برضو هبقى اصور معاكم هناك لما بعمل الاكل، عشان برضو اديكم افكار. بس انا بديكم افكار بقى قرايه وكتابه، عشان لو انت حابه ان انت تكتبي. تالت يوم بقى كنت معزومة فيه عند بابا، وعمل لي سمك ورز وسلطة. ونزلت بقى وخلاص روحت بقى، راحت عمتي اتصلت بيا وقالت لي بقى ايه بقى، تعالي قضي معايا اليوم بكرة، ربنا يبارك لي في عمرها يا رب ويخليها لي هي وبابا وماما. تمام. فعملنا هناك مكرونة وبانيه. وجيت انا بقى تاني يوم هنا عملت سمك وعملت رز وسلطة. تمام. وعملت يوم السبت، كان 6 في الشهر، يوم السبت عملت طبق بطاطس في الكيس الحراري كده. عملنا بطاطس وعملنا معاها فراخ في الكيس الحراري، وعملته جنب طبق رز. كان يوم سهل جدا وبسيط. تمام. ويوم الحد 7 في الشهر عملت سجق وعيش ومخلل، وبس كده وقضينا اليوم، وكان يوم حلو جدا. فرحت بقى عند عمته عشان اطمن عليها. يوم التلات كان 9، عملنا سمك ورز وسلطة. النهاردة يوم 10 هنعمل مع بعض ايه بقى؟ هنعمل مع بعض شاورما فراخ. هي مش شاورما، هي وصفة زي ما تقولي على تعصيجة فراخ حلوة بشوية خضار حلوين. لان انا مش بتبل الفراخ الاول، وطبيعي عند الشاورما لازم تكوني متبله الفراخ الاول. وهحشيها في العيش السوري. اكله حلوه ولذيذه، لان هنا جوزي للاسف ما بيحبش التتبيله بتاعت الشاورما، فمش بيرتاح في طعمها. تمام. فانا بعملها له بطريقه حلوه برضو، فكره حلوه، مش بتبل الفراخ الاول. انا بحطها على طول في من غير تتبيله، بقطعها وبحطها على طول في في الهوج او الطاسه، يعني ان انا اشوحها، وبعدين انزل ببصل وفلفل الوان وشويه بهارات يعني وكده، فلفل اسمر وملح بس. لان زي ما قلت لكم زوجي عندي مش بيميل للبهارات قوي على الفراخ، فما بيحبش ياكلها. فبحاول اعملها له بطريقه تكون طعمها حلو، وفي نفس الوقت ايه ما فيهاش بهارات كتير. فتعالوا شوفوا معايا الوصفه النهارده هتكون عامله ازاي، هتعجبكم جدا. وده كان المنيو بتاع ال10 ايام الاولانيين. في 4 ايام احنا ضيعناهم طبعا بره، بس كانوا موجودين عندنا في البيت، يعني برضو ما كناش هنصرف ولا مليم والله العظيم في الاكل اللي انا عملته ده كله. المحشي والحاجات دي ما صرفتش فيها، لان كله كان جاي من طلبات الاسبوع، وكله موجود عندي. فالحمد لله الحمد لله على النعمه اللي احنا عايشين فيها. الفيديو ده هيبقى طويل شويه، مش هقصر منه حاجه الصراحه، هسيبه لكم زي ما هو، لان انا عايزاكم تشوفوا الوصفه كامله زي ما هي. ما تركزوش في السلك اللي هناك، ده سلك الشاحن، لما بشحن التليفون بحطه هنا، عشان هاجر وعبد الرحمن ما شاء الله يعني
يعني بيلعبوا فيه وكده، بيشيلوه من على الشاحن. ف يعني انا عامله المطبخ ده يعتبر حياتي، جزء من حياتي كبير قوي ان انا بعيش فيه. انا طبعا هعمل لكم جوله في المطبخ قريب جدا، بس يعني مش عايزاكم تصدموا برضو، انا عايزاكم تبقوا معايا في الصوره وانا واقفه ازاي، والوضع معايا بيبقى صعب ازاي في التصوير، بالذات في مطبخ ضيق. فهو مش ضيق كمان، يعني هو عدى مراحل ان هو يبقى ضيق. تمام. فانا مش عارفه اوصف لكم قد ايه هو صغير الصراحه يعني. فانا هصور لكم برضو المطبخ قريب جدا برضو، وهوريكم شكله. انا بقى على فكره كنت الفيديو دوت والله مصوراه هاجر بنتي طول الوقت واقفه ورايا، تخيلوا في المطبخ الضيق دوت واقفه ورايا بتزن، لانها كانت تعبانه جدا. فادعوا لها بالشفاء، ربنا يشفيها ويشيل عنها يا رب. بصوا بقى، انا اهوت بخلي الورك سوري الصدر كله من اللحمه عشان هنقطعه شرايح، عشان هنعمل بيه، هنسميها شاورما. تمام. لكن هي مش شاورما، لان الشاورما بتحتاج انك تتبلي الفراخ قبل ما تحمريها او قبل ما تسويها. تمام. بخلي كويس جدا العظمه، طبعا بشيل منها اي لحم. والله انا بصوا ما استخدمتش الصدر التاني، انا اكتفيت بالصدر دوت. هاخد بس من الصدر التاني ده قطعه كده من فوق الوش، بس عشان يعني ايه، بس زياده احتياط. لكن هو الصدر كفى وقضى سندوتشات وزياده كمان. عملنا سندوتشات، وهنقلي جنبها طبق بطاطس وهنعيش. انا مطلعه لكم برضو البطاطس، بوريكم يعني وصفتنا النهارده هتكون ايه. هنعمل سندوتشات عيش سوري، وهنعمل كمان بطاطس مقليه. وعلى فكره دي تنفع من افكار اللانش بوكس، ان انت تحطي او لطفلك مثلا حابه تغيري له طبعا الجبن، ما هو مش كل يوم هيبقى جبن ولانشون وحلاوه والحاجات دي. ساعات بتكلف اكتر من الحاجات دي، لان احنا عندنا طبعا لحومنا بتاعت الشهر في التلاجة. ممكن تعملي بقى جزء مخصص لللانش بوكس، بس مش هتبقى لطفل صغير، يعني مش هيبقى مثلا طفل في الحضانة او طفل في سنة اولى ابتدائي او حتى تانية ابتدائي، لا هيكون، لانه هيلغوص نفسه والدنيا هتبوظ معاه. بالذات بقى لو في جبنة جبن وفيها كاتشب والحاجات دي، وهتبقى شوزي كده، لا مش هتنفع. ف هتنفع بقى في عيل داخل اعدادي، سنة 6 داخل ثانوي. ف... فلازم تعرفي يعني في اكلات معينه للابتدائي زي طفل سنه اولى، والحضانه مش هتنفع له الحاجات دي. تمام. فاحنا بنعمل له اسهل حاجه، مثلا سندوتش جبنه او لانشون او جبنه رومي او حلاوه او حتى المربى. والمربى كمان بتبهدل الدنيا، بس بتبقى هينه شويه عن طبعا العيش السوري والحاجات دي، ممكن تتقطع في ايده او تتفرفت. زي انتم ما شايفين انا بقطع اهوت يعني البتاع شرايح او عشوائي، يعني مش شرط يكون شرايح، ممكن تقطعيه عشوائي. على فكرة انا واخده البرد من هاجر بنتي، وعبد الرحمن ابني واخده، وزوجي واخده، فالدنيا بايظه معانا جدا. والله انا بصور الفيديو ده وهاجر بتزن ورايا، وحرفيا نص الفيديو شايلها على كتفي. فانتوا قدروا تعبي بقى في اليوم دوت، وحطوا لي لايك حلو منكم كده، وما تنسونيش بصلاح دعواتكم، وادعوا لهاجر بنتي بالشفاء العاجل ان شاء الله. تمام. بقطع اهوت. انا زي ما قلت لكم مش هقتصر حاجه من الفيديو، انا عايزاكم تعيشوا معايا اللحظه وتعيشوا معايا ايه الجو. ان شاء الله في اقرب وقت هصور لكم المطبخ برضه، عشان تكونوا عايشين معايا في الاجواء بتاعه المطبخ عامله ازاي. لان هو صعب جدا. انا مكركبه اليومين دول شويه، يعني رغم ان دوت ما يتكركبش، دوت ما يعني مش عارفه، بس احنا هنظبطه، يعني هظبطه ان شاء الله قريب، وهعمل لكم في جوله. لان انا اليومين دولت مش عارفه اعمل حاجه جامده في الشقه قوي، لان هاجر انا لسه فاطماها مع تعبها ماسكه فيا، والدنيا بايظه معايا خالص مع هاجر. فربنا يا رب يخليها لي ويحميها لي. ف فعشان كده بقى هتلاقيها طول باستمرار زن 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 ورايا في كل حته. موقفه اي حاجه في الشقه، وموقفه حتى ان انا اعمل اكل جامد. انا بحاول على قد ما اقدر اقتصر في الاكلات. وده طبعا صدر الوركين او الصدرين بتوع الفرخه اللي انا وريته لكم، طبعا ان احنا قسمناها مع بعض في اول الشهر. مش فاكرين لما قلت لكم انا هطلعهم واعمل بيهم شاورما، او هنقطعهم بانيه، او هنعمل بيهم حاجه يعني. طلعناهم وخدنا منهم يعتبر صدر واحد، عملنا بيه
شاورما، مش هنقول بقى شاورما، هنقول فراخ بالبصل والفلفل كده جميله. بصوا هناخد بس حته صغننه من الصدر التاني من فوق الوش كده بسيطه، بس احتياطي رغم ان والله كفه وقفه. يعني عمل بتاع 5 سندوتشات الوصفه دي، محدش يستقل بالحاجه يا جماعه. ده بقى هنحطه خلاص في التلاجة، هو لسه مجمد، هنحطه بقى في الفريزر. وهنعمل برضو بيه وصفه حلوه جدا، ممكن نعمل بيه صينيه بشاميل صغننه او نعمل بيه اي حاجه، هوريكم لما نفرمه بيرمي معانا. تمام. فاحنا ما نستقلاش بالاكل، ما نستقلاش بالحاجه اللي احنا بنعملها، ما نستقلاش باي حاجه، لان انت طول ما انت بتستقلي بالحاجه اللي انت بتعمليها ما بترتاحيش، بالعكس بتزودي وبتخربي الدنيا، والدنيا مش بتبقى معاكي احسن حاجه. لازم نمشي جوه ميزانيتنا، ما نطلعش براها. سواء يوميا، سواء اسبوعيه، سواء حتى لو زي 15 و15 او حتى شهريه. بص، هو من الاصعب الميزانيات اللي انا جربتها، وانا جربتها فتره كبيره برضو، مش بقولك ان انا قلتلك انا جربت كل الميزانيات، بس ما عدا ان هو يعني ما عدا ان انا اخد 10 ايام في 10 ايام، لا انا جربت كل ما تتخيلي. انا جبت بقى خلاص الفراخه وشطفتها، جربت كل الميزانيات. اولا جربت اللهم صل على النبي، الميزانيه اليوميه دي كانت اول ميزانيه اجربها. الميزانيه كانت صعبه جدا، بس كانت في الرخص، ما كانش في الغلا اللي احنا فيه ده، ومع ذلك كانت صعبه شويه. كنت بجيب كنت باخد 200 جنيه في اليوم، كنت بجيب منها فرخه، كنت بجيب منها خضار، وكنت بظبط الدنيا. بس كانت ميزانيه صعبه عليا ان انا امشي بيها يوم. ساعات لو جبت فرخه وجبت اكل خلاص، طب في بهارات، طب في ماجي مثلا عايزه اشتريه، طب في مثلا عايزه اشتري سلك وصابون والحاجات دي كلها، ما الحاجات دي من ضمن الميزانيه، فميزانيه صعبه شويه. فان شاء الله هنعمل مع بعض ليها فيديو حلو، وبرده هي ليها حلول. انا ما بقولكيش ان هي مستحيل، هي ليها حلول، بس حلول هتبقى صعبه شويه عليكي وصعبه على اهل بيتك عموما. فاحنا هنحاول على قد ما على قد يعني على قد مقدرتنا او على قد قدرتنا نستحمل شويه. يعني في بنوته كتبت لي، او في حد كتب لي يعني ان هي بتاخد ميزانيه يوميه 150، و بتوفر 50 جنيه كل يوم عشان لغايه اخر الشهر تجيب بيها اللحوم. هي دي على فكره ممتازه جدا وعجبتني، وهي ذكيه ان هي تعمل حاجه زي كده، ان انا اجيب مثلا. بس اكيد للاسف يعني اكيد اثرت في يوم، يعني اكيد اثرت في شهر عشان تقدر ان هي تعمل كده. تمام. فان انا اجيب يعني اوفر 50 جنيه كل يوم عشان في اخر الشهر اجيب بيهم مثلا شويه لحوم، دي فكره حلوه. وان انا امشي بال100 جنيه مثلا برضو شي فكره ممتازه. بس انا منها لو نصيحه، يعني انا هديها برضو نصايح في التوفير، ان انا احاول على قد ما اقدر اوفر ال100. هو صعب عليا ان انا امشي بال50، بس مش مستحيل، بس مش مستحيل. فاكرين انت جبتي لحومك، انت اوريدي خلاص جبتي اللحوم بتاعتك. هنتكلم شويه بقى في الميزانيه اليوميه. انتوا طبعا شايفين انا بعمل ايه، انا بقطع البطاطس وبقطع ايه الدنيا. برضو هعمل لكم برضو ليها فيديو منفصل للناس اللي مش هتركز يعني مش هتركز مع الكلام اكتر من وصفه. بس صدقوني خشوا الفيديوهات التانية هتلاقوا افكار حلوه جدا. فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، عشان في فيديوهات وافكار جايه هتعجبكم جدا. فخلوني بقى في الميزانيه اليوميه. طبعا انت اوريدي خلاص وفرتي ال50 جنيه وجبتي حاجتك الشهر بتاعت الشهر، اللحوم بتاعتك ممتاز. هتعملي ايه بقى الشهر التاني؟ هي عايزه تحول، هي بتقولي انا عايزه احولها ل 15 يوم، لا احولها اللهم صل على النبي، لا احولها في الشهر. اوريدي فكره حلوه جدا. بصي بقى هتعملي ايه. انت خلاص زي ما بقولك وفرتي ال50 جنيه الشهر ده وجبتي لحومك، هتروحي بقى عكسه، يعني عكسه، بدل ما توفري ال50 جنيه في الشهر عشان تجيبي اللحوم كل شهر، هتوفري ال100 جنيه وتحاولي ان انت مع اللحوم اللي ماشيه بيها توفري تمشي بال50 جنيه. طب يا ام هاجر 50 جنيه هتكفي والله العظيم هتكفي. لو جبتي ب10 جنيه طماطم وكيلو بتنجان وب10 جنيه خضره، هتعملي احلى محشي وتطلعي اللحوم من الفريزر. صح ولا مش صح؟ وطبعا اوريدي انت موفره 1500 طول الشهر من ال50 جنيه. ال1500 كمان هيجيبولك لحومك ويكفوا. انتي لو انتوا كام نفر، يعني مثلا لو انتوا 4 انفار، لا هيجيبولك لحومك ويكفوا. قولي 1000 جنيه لحوم 1000 جنيه لحوم في الشهر،
هيفيد معاكي 500 جنيه، وال 500 جنيه دي تقدري توفي بيهم 15 يوم. تقدري تخلي اللهم صل على النبي، تخلي اسبوع، بلاش 15 يوم عشان هيبقوا قليلين، خليهم 10 ايام. هتجيبي مثلا شويه حاجه، هخلي مثلا 100 جنيه للسوبر 200 جنيه للسوبر ماركت، 100 جنيه للسوق، تمام، او 200 جنيه للسوق، برضو دول هيرمي معاكم مبلغ. او تخليهم على جنب خالص، وتبداي ان انت لما تاخدي ال 150 جنيه كل يوم من زوجك، تصرفي بس ال 50 جنيه وتحوشي ال 100 جنيه. هتحوشي ال 100 جنيه وهتيجي على اخر الشهر معاكي 3000 ونص. 3000 ونص هتجيبي بيهم لحومك، هتظبطي بيهم ميزانيتك، والدنيا هتمشي معاكي. هتبقي ميزانيتك شهريه عايزاها 15 و15، هتروحي هوب واقفه عند 15 يوم، وواخده الجزء بتاع اللي انت محوشتيه 1000 ونص، تمشي بيهم ال 15 يوم الاخر، وهتوفري ال100. طبعا زوجك لسه مستمر انه بيديكي ال150 يوميا، هتوفري بقى ال150 جنيه لل15 يوم في اول الشهر الجديد. هتلاقي نفسك موفرة بتاع 2000 ونص. تمام، مبلغ حلو جدا، او 2200 حاجة زي كده. المهم، فالمبلغ اللي انت هتوفريه بقى في 15 يوم بقى للشهر الجديد، هتاخديه، هتجيبي في اول الشهر شوية اللحوم بتاعتك، شوية السوبر ماركت، شوية خضارك، شوية الدنيا بتاعتك. انت اوريدي يعني ما شاء الله، اوريدي انت بتقولي لي ان انت بتوفري ال 50 جنيه عشان تجيبي اللحوم كل شهر، يعني انت في شهر تعبتي فيه. طب يا ام هاجر لو انا ما عملتش زيها هعمل ايه؟ يبقى هيجي عليكي شهر هتنشفي فيه، يعني هتنشفي فيه عليكي وعلى اهل بيتك شويه عشان تقدري تعملي كده. لان انت لو وفرتي زيها ال 50 جنيه كل شهر كل يوم عشان تجيبي لحوم اخر الشهر، فال 100 جنيه مش هتقدر تجيب لك لحمه او سمك او اي حاجه تاكليها مع اللي انت هتاكليه مثلا. فمش لازم، مش لازم الشهر ده لحوم، عادي جدا. ممكن اجيب كيلو سمك ب 55 جنيه، وال 50 جنيه التانية اجيب بيها رز مع مثلا طعميه مع فول، وهفطر انا والاولاد حاجات بسيطه، وفي الاخر اجيب ب 20 جنيه رز ومع شويه السمك، والدنيا هتمشي. فاهمين؟ فمش لازم لحوم. مش هقدر اجيب فرخه، انا مش هقدر اجيب فرخه يا ام هاجر، مش لازم انشفها الشهر ده. فللاسف هيجي عليكي شهر لازم تنشفيه، بعد كده هتلاقي نفسك ماشيه بميزانيه شهريه او ميزانيه 15 يوم، هتبقى حلوه جدا. انا بديكم افكار، وبرضو هقول لكم الافكار دي في فيديو منفصل للي عايز يعرفها، عشان برضو ايه ما ندخلش الفيديوهات، بس انا بديك افكار تمشي عليها. انا كده خلاص اهوت حطيت الشاورما. طبعا زي ما انتوا شايفين، طبعا كل حاجه شايفين ان انا نزلت الفراخ في الحله وسبتها ما قلبتهاش عشان ما تنزلش ميتها، وفرمت بصله حلوه محترمه وحطيتها عليها. هحط بقى فلفل اسمر، وهحط، بس هسيب البصله تدبل الاول مع الفراخ. تمام، فانتوا شايفين الوصفه انا بعمل فيها ايه، وصفه سهله جدا وسريعه. انا مش عايزه ارغي معاكم كتير على اليوميه الميزانيه، لان انا هعمل ليها فيديو منفصل لليوميه بتاعتك، سواء يوميا او 15 يوم او حتى شهريه، فهعمل ليها فيديو منفصل هنظبط فيها امورنا ان شاء الله، وهيبقى فيديو حلو جدا ويعني فيديو هينفعك قوي في الفتره الجايه، عشان على الاقل اللي عايز يحفظه عنده يحفظه من غير ما يكون فيها وصفه او حاجه. بس زي ما قلتك، لو سمعتي كلامي في اليوميه، يعني لو سمعتي كلامي وظبطتي ميزانيتك اليوميا، الدنيا هتتظبط معاكي جامد جدا. طبعا زي ما انتم شايفين، حطيت البصل وقلبته، وهحط كمان شويه فلفل اسمر وشويه وقالب ماجي. حابه تتنسلي يعني القالب الماجي براحتك خالص، بس هو الصراحه بيديها نكهه حلوه يعني. تمام. والفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين. طبعا انتم شايفين كل حاجه، انا كنت مركزه معاكم يعني ان انا اتكلم معاكم في الميزانيه وكده، لان طبعا احنا اكتريه ستات البيوت بتاعتنا بتبقى الوضع معاها صعب في الميزانيه شويه. فربنا يعين كل واحد، ويعين كل ام، ويعين كل اب برضو على المصاريف، لان الدنيا غاليه جدا. وبرضو كل فيديو هقول لكم ما تحطيش عينك على حال غيرك، لانك لو حطيتي عينك على غير يعني على غيرك مش هترتاحي.
كل واحد وليه اسلوبه في حياته، وكل واحد ومقدرته في المصاريف. تمام؟ فانت امشي على قد مقدرتك، وامشي على قد ظروف جوزك وعلى قد ظروفك انت كمان. حتى لو ظروف جوزك متحسنه، حاولي ان انت برضو تمشي صح. مش عشان جوزي يعني حالته الماديه مستريحه تمام اخرب بقى الدنيا، لا. هيجي عليكي وقت برضو، حتى لو ظروف جوزك متحسنه، هيجي عليكي وقت وتحسوا ان مفيش فلوس، هيجي عليكي وقت والفلوس تقل. تمام؟ فانتي امشي صح. زي ما انتوا شايفين حطيت كمان اهوت فلفل الوان. فلفل الالوان بيدي نكهه حلوه جدا، وبيدي يعني طعم، وبيدي كده لون حلو قوي للاكل. ما تستقلوش بالكميه، والله عملت معايا 5 ترغيف عيش سوري، كانوا حلوين جدا وطعمهم، وكلنا وشبعنا انا والاولاد وزوجي. تمام؟ طبعا لو انتوا افراد كتير هتخلي بقى ايه الصدرين، يعني بدل نص الصدر بتاع الفرخ خليها الصدرين. تمام؟ فزي ما بقول لكم حاولوا تمشوا صح. طول ما انت ماشيه صح الحياه معاكي هتبقى كويسه وهتبقى صح. ربنا يا رب يرزقك ويرزقني ويرزق زوجك وازواجنا كلنا برزقنا وبرزق عيالنا، اللهم امين. متنسوش تصلوا في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. معلش الفيديو ده طويل شويه، بس انا ما حبيتش اقصره، انا حبيت ان انا ارغي معاكم، حبيت ان انا اكون متواجده معاكم طول الوقت. وصورت لكم الغدا بتاعي بالتفاصيل. ما اقتصرتش من الفيديو اي حاجه، مشيت معاكم خطوه خطوه، حتى نوريتكم الجدول بتاعي في اول الاسبوع، عشان احنا خلصنا اول 10 ايام وداخلين على 10 ايام التانيين. خلاص انا خلصت بقى الفراخ، وهالي طبعا دلوقتي البطاطس زي ما انتم شايفين. تمام؟ انا خلصت اول 10 ايام، خلاص خلصتها، وداخلين بقى في ال10 ايام الاخر، ومش الاخر بقى اللي في النص. وبعد كده بقى ناخد ال1000 جنيه اللي باقيالنا نمشي بيها الدنيا، وهنظبط بيها الدنيا، وهنجيب بيها حاجات ناقصانا. طبعا انتوا بقى في الفيديو دوت يعني دلوقتي هتشوفوا وانا بحشي بقى العيش، هتلاقوا جبنه موتزاريلا وكاتشب وكمان جبنه شيدر. كل الحاجات دي انا جايباها في اخر النص بتاع الشهر بقى الاخير، بجيبها دايما، يعني ده من شهر 8 والله، مش من الشهر ده. تمام؟ بجيبها من الفلوس، يعني انا واخده 2000 جنيه الشهر ده، لا الشهر اللي فات خدت 1000 ونص في 1000 ونص، فال1000 ونص معايا ما جبتش منهم لحوم، فجبت بقى بيهم مثلا جبنه موتزاريلا، جبت كيس علبه كاتشب، جبت بيها جبنه شيدر او جبنه اي انواع جبنه انت بتحبيها في الحشاوي هاتيها. تمام؟ فكمان حتى مش فاضل منهم غير الثلاثه دولت، وكمان مش فاضل غير من نص كيلو جبنه. انا بجيب جبنه موتزاريلا سايبه نص كيلو، بيعمل لي كميه حلوه يعني، وبيبقى معايا ايه شويه حلوين وحلوه جدا برضو. تمام؟ فزي ما انتم شايفين بقى، لو رغيف مقطوع اللي بيبقى عند القطعه كده ويلفيه عليها. فزي ما بقول لك الحاجات دي جايبها امتى يا مهاجر؟ الشهر اللي فات، بس هي خلاص كده دي اخر شويه وهيخلصوا معاكم الفيديو دوت. فهجيبها ان شاء الله في النص التاني، يعني من ال1000 جنيه بقى اللي باقيالي هجيب منها بقى شويه الحاجات دي. تمام؟ بس الكاتشب لسه عندي فما خلصش، فمش هجيب كاتشب، هجيب جبنه موتزاريلا، وممكن ما اكررش نوع الجبنه ده تاني. متهيألي ده جبنه شيدر، بس انا ما عجبتنيش خالص، يعني ما حبيتهاش. انا كنت اول مره اجربها في السندوتشات بتاعه هي المفروض بتاعه البرجر، بس هي ما عجبتنيش، هي جبنه البرجر ما عجبتنيش خالص، ما حبيتش طعمها. تمام؟ فمش ناويه ان انا اكررها تاني. ممكن اجيب جبنه ماكس بقى، يعني شيدر بقى على موتزاريلا على رومي مش عارفه ايه يعني وكده. وقولوا لي اسم الجبنه دي بقى في الكومنتات، لان انا الصراحه مش عارفه اسمها قوي، بس هي ما عجبتنيش طعمها، ومش ناويه ان انا اكررها تاني. وكمان غاليه على الفاضي، يعني الكيس فيه 10 وحدات كانت ب 140 جنيه حاجه زي كده، فلا مش ناويه اكررها تاني. تمام؟ لكن لو كانت عجبتني كنت اوريدي كررتها تاني، بس ما عجبتنيش طعمها، فمش ناويه ان انا خالص اكررها تاني. تمام؟ ان شاء الله برضو يعني ممكن يعني بعد الفيديو ده او اللي بعده ان هنعمل مع بعض فيديو عن الميزانيه اليوميه والميزانيات عموما، هنتكلم فيه مع بعض فيها كويس جدا. وعشان لو حابين تحفظوا الفيديو عندكم وتمشوا صح، فانا هعمل لكم فيديو منفصل عنها. بصوا انا بحشي بقى السندوتش اهوت زي ما انتم شايفين، وبتنيه وبدخله لجوه كده عشان يتني مع ايه مع بعض يعني، وما يكونش من خارج منه حاجه. تمام. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فزي ما انتوا قلت لكم، وكمان انا هخلي معاكم بقى شويه مخللات كده بقى، فهنعملها برضو مع بعض. فمش عارفه امتى الفيديوهات دي هتنزل بالظبط، بس هحاول انزله قريب. هو الميزانيه، هنتكلم عن الميزانيه اليوميه زي ما اتكلمنا عن في الفيديو دوت، بس في ناس مش هتركز قوي غير لما يكون لها فيديو مختص لوحدها.
في واحده طبعا زي ما قلت لكم طبعا طلبت مني ان انا اتكلم عن الميزانيه اليوميه، ودي فعلا من اصعب الميزانيات، فالله يكون في عوني اللي ماشي بيها. بس مش مستحيل ان احنا نقدر نوفر منها، وان احنا نقدر ان احنا نحولها لميزانيه شهريه او اسبوعيه او حتى 15 و15 زي. تمام. ف يعني الامور مش صعبه قوي. فان شاء الله هنتكلم مع بعض الفتره الجايه في ميزانيات حلوه جدا. فما تنسيش بقى لو وصلتي لحد هنا في الفيديو حطي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان هوصلك اي فيديو جديد حلو نازل مني. تمام. هنعمل ايه تاني يا ام هاجر؟ احنا خلاص بنحشي بقى السندوتشات بتاعتنا، وهنبدا ان احنا بقى نشوحها كده على النار ونديها شويه تحميصه حلوه هتعجبكم، وكانت يوم حلو جدا. سندوتشات المطاعم بنوفر في بيتنا نظافه، يعني بيبقى حلو قوي. طب يا ام هاجر انت جايبه العيش السوري ده منين؟ بصوا بقى، العيش السوري ده والله من الشهر اللي فات بجيب كيلو من السوق اللي انا بروح فيه، بيبقى واقف فيه واحد بيبيع جلاش ورقاق طري ورقاق ناشف، وبيبيع عيش سوري، وبيبيع عيش كريب، كل الانواع اللي احنا نتخيلها بتتحشي. طبعا احنا نقدر نعمل الحاجات دي في البيت، بس بيبقى اوفر لينا يعني، مش بياخد مننا مجهود قوي. بجيب كيلو ب 30 جنيه، كيلو والله ب 30 جنيه. بصوا يا بيرمي معايا، بيبقى يعني الكيس ما شاء الله مليان قد كده. بروح جايبه اكياس في التلاجة وقاسمه في كل كيس اربع وحدات، 4 عيش يعني، عشان لما اجي احشي اطلع ال4 ما اطلعش الكيس كله وابدا ان انا اطلع وهريه ومش عارفه ايه. اول ما بجيبه من عند الراجل بروح قاسمه في كيس ثلاجه، كل كيس فيه 4 ترغيفه، كل كيس فيه 4 ترغيفه، عشان لما اطلع احشي يكون الكيس طالع على بعضه، ما يكونش اطلع لسه وهري واشد واعمل ويتقطع ويبوظ وارجع احطه في الثلاجه وينشف ويعمل. تمام. فلا، هاتوا زي ما بقول لكم وقسموه بالطريقه دي، فكره حلوه جدا وممتازه. كنت جايبه كيلو من الشهر اللي فات بتاع 8، وفاضل عندي منه ولسه عندي والله منه في الفريزر برضو، هنبقى ايه نعمله في مره مع بعض يعني، بحشوه مختلفه. تمام. زي ما انتم شايفين اهوت. هروح بقى على النار دلوقتي عشان نبدا ان احنا ايه نحشي، يعني نبدا ان احنا نديله لونه كده. في عندنا جزء مش بيحب الكاتشب خالص، بس عبد الرحمن ابني بيحبه، فعشان كده بعمل له سندوتش الخاص دي بالكاتشب. لكن ولا انا ولا زوجي بنميل للكاتشب قوي في الاكل يعني، فعشان كده ما حطيتش فيه كاتشب في السندوتشات اللي فاتت، بس هحطه في واحد بس عشان خاطر عبد الرحمن ابني ربنا يبارك له في عمره. تمام. وزي ما بقول لكم سندوتشات المطاعم بانضف باسهل طريقه بحشوات حلوه. مش هنعتبرها شاورما لان دي مش شاورما قوي، بس ممكن نقول تعصيجه فراخ بطعم حلو وبطعم يكون طعمها يعني لذيذ. طبعا اكل البيت ما فيش زيه، بس هيجي على اولادنا وقت ويزهقوا، محتاجين ان هم يخرجوا، محتاجين ان هم ياكلوا في مطعم، محتاجين ان هم يبقوا زي اصحابهم. فاحنا ما تركزوش في البوتاجاز لان لسه هغسله بقى، طبعا اتبهدل مني من فطار بقى وغدا وكده فهغسله على بالليل ان شاء الله بعد ما اخلص غدا. تمام. فهيجوا على اولادنا زي ما بقول لكم هيزهقوا جدا. ليه يا ماما مش بنخرج؟ ليه مش بنروح مطعم زي اصحابنا؟ ليه مش عارفه ايه؟ حتى هيبصوا حتى لو في تلفزيون بيتفرجوا عليه وشافوا مثلا الناس في المطاعم ولا حاجه هيبصوا لهم. فاحنا لازم على الاقل كل شهرين، حتى لو كل شهرين احوش مبلغ انا وباباهم ونروح ناكل في مطعم حلو ونخرجهم خروجه حلوه اسمها ان هم اتفسحوا واسمها ان هم خرجوا وكلوا، حتى لو اكل من بره مره كل شهرين، مش بقولك كل شهر، مره يا ستي كل 3 شهور، بس اسمها ان انا ما حرمتش طفلي، ما حسيتهوش ان في احد احسن منه. بنخرجه وبنفسحه وبنوديه الاماكن اللي هو عايزها. تمام. بنروح مثلا ناخد كده ونتمشى تمشيه حلوه ونقضي يوم حلو انا وهو والاولاد. فده لازم وده فرض عليكي، ما ينفعش ابدا تضغطي عنه. تمام. فده لازم تحطيه في عين الاعتبار، مش عشان انت ست شاطره بتعملي كل حاجه في البيت واكلك في البيت وشربك في البيت وكل حاجه ان احنا نحرم اولادنا. لا، لازم كل فتره ناخد بعضنا ونروح انا وهما وباباهم في خروجه حلوه في مطعم نظيف، ناكل اكله كويسه ونخرجهم خروجه حلوه. لازم. وباذن الله هوريكم برده فلوج للخروجه ديت، انا بخرجها كل فتره، مش بقول لك كل شهر، مثلا ممكن كل شهرين شهرين ونص نحوش مبلغ انا وباباهم نكون وفرناه خلاص ونروح ناكل في مطعم حلو ونضيف اللي هم يختاروه. ساعات باخدهم اوديهم النادي هنا عندنا حلو برده مش وحش، بس اسمها ان انا مش حارمه طفلي، اوفر، ابقى ست شاطره، ابقى اعرف ان انا امشي اموري صح، بس مش محرمان طفلي. تمام. فاحنا ربنا يرزقنا برزقهم، واحنا بنعمل كل ده عشانهم، عشان نقدر نعمل لهم مستقبل، نأمن لهم حياتهم فيما بعد ونعلمهم احسن تعليم. ربنا يا رب يرزق كل اب وكل ام ويرزقنا برزق عيالنا، لان احنا عايشين وبنبني اسره وعشان نكون اطفال سويه طالعه متعلمه تعليم كويس. فعشان كده بنعمل كل ده، مش عشان انا بقى زي ما بقول لك ست شاطره.
في ان انا احرم طفلي او اي حاجه عشان بعمل كل حاجه في البيت، لا خالص. انا برضو بخرجه باكله في مطاعم، المطعم اللي يختاره لو عيل كبير. لكن لو طفل مثلا زي اولادي بختار انا المطعم يكون حلو، يعرفوا يتعاملوا معاه فيه ويعرفوا يلعبوا ويعرفوا يجروا ويعرفوا يتنططوا. وبختار فيه يكون في قدامه جنينه ولا حاجه عشان اعرف اخرج بعد كده اقعد في الجنينه واجيب لهم عصير واظبط معاهم الدنيا يعني. فاحنا مش عايشين عشان نحرم اولادنا، احنا عايشين عشان نعمل ليهم مستقبل وحياه وكيان ونعلمهم احسن تعليم. ده واجبنا في الحياه. تمام. فزي ما بقول لك كده، غدانا الحلم، غدا مطاعم فاخر كمان. سموا بقى الحشوه زي ما تسموها، سموها شاورما براحتكم، شاورما مصري ممكن نسميها شاورما مصري ممكن. تمام. وعملنا معاه بطاطس. حطي بقى كاتشب للاولاد، حطي مخلل لزوجك، براحتك خالص اللي يريحك. ده كان غدانا النهارده، يا رب يعجبكم. قولوا رايكم ايه في الفيديو، وان شاء الله هنعمل فيديو حلو جدا للميزانيه الفتره الجايه، فخليكم معايا وتابعوني، ما تروحوش في حته بعيد. يا رب اكون عند حسن ظنكم. وبشوف ناس بتتفرج صب صامت كده، لا حطوا لي لايك، انا بس عايزه رايكم فيا ايه مش اكتر يعني. فقولوا رايكم فيا ايه، وقولوا لي هل انا كويسه استمر ولا لا. تمام. ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات حلوه جدا. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واتفرجوا كده بقى على الاكله الجميله دي. صلوا على النبي بقى في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. طبعا الدب اللي انتوا سامعينه ده عبد الرحمن ابني بيلعب بالعجله، ربنا يبارك لي في عمره يا رب ويبارك في اولادنا جميعا. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا بقى في القناه، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. وما تتابعنيش بصمت، انا بس عايزه رايك فيا ايه مش اكتر. فقولوا رايك فيا ايه، وهل استمر معاكم بالشكل دوت ولا لا. ويا رب اكون عند حسن ظنكم.